يا صباح السعادة أو مساء الورد على حسب ما حضرتك هتسمعني. قصة النهاردة جريئة أوي. القصة دي يا أصحابي للكبار فقط. ليه بقى؟ لأن فيها واحد اسمه غريب شوية، هتسمعوا دلوقتي. بس زي ما قلنا قصة للكبار فقط، أنا مش مسؤول لأن فعل الأسماء دي حقيقية، وأنا قررت أفضح الدجال ده بصراحة. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم ونسمي الله. يلا بينا اصحابي. رحلتنا النهارده في اسكندريه. ايوه يا جدعان، على اسكندريه في الجو ده بقى، شويه السمك على البحر. ايوه يا جدعان، انجوي يا قلب اخوك انت وهو. دي مش موضوعنا بقى الدجال ابو كلب النجس، هو اسمه كده، محدش يستغرب. زي ما قلنا الموضوع جريء أوي النهارده. في دجال قاعد عند تراب العمود، هو عايش هناك، اسمه ابو كلب النجس. الراجل بقى ليه بقى سموه كده؟ الراجل ده بيسحر على اي حيوان، يجيب الكلبة يذبحها، ياخد منها اي حاجة ويسحر عليها، ياخد القطة يذبحها ويسحر عليها، وشغله كله نجاسة في نجاسة. أي واحدة ست عايزة تسحل واحدة ست، عايزة تسحل وقف الحال، عايزة تعمل بالموت لأي حد بالمرض وأي حاجة في الدنيا، لا مؤاخذة النجس ده ينام مع الست دي، ياخد السائل بتاعها ويسحر عليها. عشان كده سموه أبو كلب النجس. حتى الرجالة اللي بتعمل أسحار لازم لا مؤاخذة ياخد نفس السائل ده ويسحر عليه. متستغربوش يا اصحابي، النهارده انا جريء معاكم، بس المشكله دي انا قررت افضح اي حد في المجال ده. احنا رحنا الحته دي وجبنا القصه اللي هتقولها دلوقتي. كمل معايا الاخر وقول لي رايك يا صاحبي في التعليقات. يلا بينا. في واحد ضحيه من ضمن ضحايا الراجل ده. في واحده ست تتقيش ربنا، عينها من الراجل ده، رغم ان الراجل ده اصلا متجوز وعنده عيال، ماشي مرضي الله، رزقه على باب الله، يوم بيومه ينزل البحر، اللي يطلع من البحر يبيعه او يوديه البيت ياكله، الله يرزقه. الراجل ده اسمه حمو، يسموه حمو. الراجل ده في يوم من الايام جاب سمكية اسمها سمكة لوط، كبير حلوة قيمة 5 كيلو، ب1000 هنا وشافة. مرضاش بصراحة يبيعها وقال لك اوديها للعيال وناكلها، ب1000 هنا. حمو راح البيت بدري، الست قالت له خير ايه اللي جابك بدري؟ قال لها يا ست ربنا كرمني بالسمكة دي، خدي بقى قطعيها ويلا بينا ناكلها ب1000 هنا احنا كلنا انا والعيال. وقعدوا يهزروا مع بعض واليوم جميل، والراجل رضى بما ربنا قسمه له. يلا بينا ناكل السمكاية، يلا بينا. دخل يريح شوية لحد ما الأكل يجهز. حمو صحى من النوم لقى مراته بتصرخ الحقوني يا لهوي يا خرابي، طيف ايه يا وليه؟ طلع يجري، قالت السمك مفيش سمك. ازاي وليه؟ مفيش سمك، السمك مش موجود. يا مرة الكازي فين السمك؟ يا وليه العيال جعانة هناكله ايه؟ مفيش سمك. يا مرة السمك راح فين؟ راح ضربها بالقلم، مش مقتنع بأي حاجة خالص، راحت مشاورة له كده، لقت القطة بتاكل السمك. قطة جت منين؟ مفيش واحد، جري ورا القطة والقطة اختفت. استعوضوا ربنا وصالح مراته وهي قعدت تعيط شوية، لقى القطة قاعدة جنبه، من كتر غيظه راح ضربها بالجزمة، جت في القطة. القطة راحت تتمشى وراحت لحال سبيلها. مش ده مرعب أصلا خالص. في نفس الوقت سمع صوت بنته الصغيرة بتصوت، طلع يجري لقى بنته بقاها معوج وايديها مشلولة، عامل زي اللي جالها شلل. جت ازاي في وقتها محدش عارف. شال بنته وطلع يجري على المستشفى على الميري. المشكلة الأكبر بقى
الدكتور قال لها ده حالة شلل. ازاي يا دكتور ده كانت سليمة دلوقتي؟ قال لها ما اعرفش. هما نفسهم مش فاهمين اي حاجة في اي حاجة خالص. واستعوض ربنا قال لك ماشي هنعالجها رغم ان هو معهوش فلوس، بس قال لك هنعالجها واستعوض ربنا في البيت. في يوم من الايام بعد ما استعوض ربنا وجابوا العلاج للبت وكل حاجة، حمو قاعد زعلان على القهوة وبيحكي لاصحابه اللي حصل. الناس كلها مش مصدقة اللي حصل. في واحد له في السحر بس مبياخدش فلوس من اي حد، هو بيفك الناس كده لله، بلاش نقوله اسم. الراجل ده على بابا الله وروح بياخدش اي حاجة من اي حد. فقال له ما تيجي توريني بنتك. قال له يا عم انت بقى تعمل لي فيها شيخ ودجال يا عم والنبي بعيد عني. قال له يا عم تعالى بس وريني بنتك وسيبها على الله. وراح مع حمو البيت، قعد يقرا على بنته قرآن كتير قوي. من هنا لهنا في صوت واحدة ست اتكلمت. حمو تخاف والست مراته خافت، والشيخ ده فضل يكمل قراءة القرآن كتير قوي. بعد ما لقى الصوت طلب من حمو اللي يطلع بره لو خايف، والست بتاعه تطلع بره. الست بتاعته بصراحة ما استحملتش وطلعت بره، وقعدت بقى تصوت الناس كلها، تلاقي الحارة كلها اتلمت. حواري اسكندرية القديمة في بحري الحواري كلها جنب بعضها، والشقق والبيوت كلها بتاعت زمان لازقة في بعضها، فكله اتلم على الصويت بتاع الست. مالك يا ستي في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الناس كلها سمع الصوت والواحدة ست جوه. قالوا له الشيخ بيقرا على البنت والبنت حصل لها حكى كل حاجة. كلهم قاعدين بره وبيسمعوا ايه اللي بيحصل، وحمو قاعد جوه. وبالمناسبة حمو نفسه اللي حكى الحكاية دي، ربنا معاه. الست بقى اللي اتكلمت قالت له انا القطة اللي ضربها بالجزمة. قال له وانت معقولة تشيل لي بنت عشان واحدة انت اللي كلت السمك وانت اللي بدأت الاول؟ قالت له اصلا انا موكلة من واحدة ست كانت عينها منه، واعترفت بكل حاجة بس مرتش تقول اسم الست، بس قالت كل المواصفات الست دي. فحمو سأله الشيخ هنعمل ايه؟ قال له الاول اللي تعرف الست دي. قال لها ده كان في ست لا مؤاخذة شمال. قال له يعني ايه شمال؟ قال له يعني شرموطة يا حبيبي. حكاله في ست كان كل يوم وهو رايح الشغل تستناه على باب البيت بتاعها، هي مغصب قميص النوم. الست دي كل شوية تقعد تغرف حمو وعينها من الراجل ده، وحمو ولا حط اي حاجة في دماغه خالص ويروح لشغله. قالت له وحياة امك لجيب ده، لجيب دماغك الارض، لهجيب بوزك الارض، نفس اللفظ كده. هو قال لها ربنا يهديك ويشتمها ويتكل على الله. مرة واتنين وتلاتة والست مفيش اي فايدة، بلاش اي حد خالص كسر عينها، هي مش مالي عينها اي حد، اضخم ذكر بتجيبه. ست بقى الشمال دي كل ما يعجبها اي راجل اما جيوب السحر لا اما لما مؤاخذة يطلع له بقميص النوم لحد مرة في مرة تغريه ويسمع الكلام. حمو عنده كرامة، حاجة للشيخ كل حاجة. فالشيخ كمان من ضمن الحيط طبعا عارف الست بس ما يقدرش يكلمها. قال للأخ اللي هو بيحضر، والجنية اللي حضرها اعترفت بكل حاجة. الشيخ اتفق معاها اللي هو هيفك كل حاجة. قالت لازم تروح بنفسك تجيب الحاجة المدفونة في جوه التراب العمود. وفعلا قالت له هتخش أول بيت، أول باب بالظبط. دخل أول باب، هتخش تالت تربة على الشمال. دخل فعلا وفحر لقى كل حاجة مدفونة باسم بنته وباسمه هو كمان، عشان لما يعرف يعني قال ايه يركع للشرموطة دي ومؤاخذة ينام معاها. هي كده كلهم عيشتهم نجاسة في نجاسة، حتى لما راحت لسحار ابو كلب نجس كل حاجته نجاسة في نجاسة. هي اصلا نامت مع السحار ده عشان تيجي كده، كل حاجة السحارين بيعملوها لو مؤاخذة نجاسة في نجاسة.
مفيش حاجة اسمها لله مع سحار نجس. وراح عمه فك بنته طبعا مع الشيخ انه ما يقدرش يخش لوحده. كل عمايل ولها كلام معين بيتقال عشان يتفك، والشيخ ده اللي كانوا بيستقلوا بيه ويقول له يا عم مفيش الكلام ده، الحمد لله فك البنت. والحارة كلها اتجمعت عند الست دي وطردوها من الحتة. حس الدجال كل ما يروح عشان يهجموا عليه ما يلاقوهوش، يلاقوا البيت مقفول بالجنزير. يومين 3 ويظهر البيت مفتوح تاني، لدرجة ان هم زقلوه بالطوب وكانوا هيولعوا في البيت ما يقدروش. في حاجة بتطفي النار لوحدها. الراجل ده موجود بس مفتري بجد، حتى مش قادرين حتى يبلغوا عنه عشان خايفين اللي هو يأذي الحارة او يأذي الناس كلها. بس اول ما دلوقتي ما يسمعوا اللي في واحدة ست يطلقوها، جوزها يطلعها، اللي معروف اللي هو بيعمل اي شغله لازم لا مؤاخذة زي ما قلنا ينام مع الست دي. وطبعا ما فيش راجل حر بيرضى على مراته كده فيطلقها. فدلوقتي كل اللي بيجيله اي حد بعيد عن البلد، بس في ناس دلوقتي ولاد حلال واقفين ما يدخلوش له اي زباين خالص. على قد ما في ناس وسخة وناس نكسة، على قد ما في ناس محترمة جدا لسه. اي حد بيتقي ربنا بلاش تودوا ناس او بلاش تعملوا حد عند الناس دي. ذنبها ايه طفلة زي دي كانت هتموت، اتشلت اتفكت واتعالجت. بس في ناس اصلا اهاليها ما بتقتنعش في السحر. كان ممكن الست او الراجل ده لو ما قابلش الشيخ ده بالصدفة على القهوة كان ممكن بنته تموت، او يا عالم هو كان ممكن يحصل ايه. هل جزاته عشان راجل شريف واحدة ست تعمل في اهل بيته كده؟ مش بالعافية، المزاج مش بالعافية، او انتوا بتسموه مزاج بس هو مش مزاج. مش عشان 10 دقايق تودي ناس في 60 داهية. القصة دي بجد حصلت وبتحصل والناس موجودة. استنى رأيك يا صديقي في التعليقات، واستنونا ومغامرة جديدة مع قناتكم قناة قصص عماد. السلام عليكم.